اليوم في الصباح جابوا القوات المساعده طوقوا كل منطقه من كل الجوانب ديالها، من الدرب الانجليز باب مراكش جيت مع ديك ديال اليهود فهمتي. فوالا وحيدوا البيبان، دوك يحيدوا البيبان ديال العماره. جينا كنستفتوا على المسؤول لقيناه، قدمنا نفوسنا بالطبع، كنت انا والدكتور عبد الكريم والاخت ديالنا فاطمه باش قال لك انا كنفذ الامر. قلنا له شنو الامر؟ وريه لينا هذا الامر هذا. قال لك اسدي الامر ديال الاخلاء والهدم. قلنا له عطينا نشوف. قال لك سيروا المقاطعه. كيفاش كيمكن انت رئيس، انت رجل سلطه كتنفذ واحد الامر غيكون عندك الامر تجيبه فهمتي؟ قال لك لا، قال لك ما صافي. قلنا له حنا كننبهوك بان راه حنا كنعتبروا هذا سميتو خطوه خارج القانون، راه في اعتداء على ملك الغير، اعتداء على ملك الغير. راه وكيل الملكي الا جا لهنا وطلب منا وطلب يطلع على الوثيقه بالزمن اللي تعطيها ليه، علاش ما تعطيهاش فهمتي؟ خصوصا كيف قلنا في الرساله، لان واحد 3 ايام هذه درنا واحد الرساله مفتوحه وجهنا لوزير الداخليه وجهنا للوالي ديال الدار البيضاء والعامل ديال انفا ورئيس المقاطعه، كنخبروهم في وسط الاجراءات، وكنخبروهم اساسا بالخبره القضائيه، ماشي الخبره ديال العائله، لان رئيس المحكمه الاداريه المكلف بالقضايا الاستعجاليه انتدب واحد المكتب ديال الخبره اللي يصدر الخبره ديالو. هذه 5 ايام. هذه الخبره هي ديال الدكتور نبيل رشد، ديال يتابع المحكمه، كيقول بان البنايه سليمه ومتينه ودوك السكيفين ما عندوش الحق يمسوها. فهذا الشيء كيجرى كيف قلت انا في التجاوز ديال القانون. قلنا ختمنا هذيك الرساله ديالنا اللي مهم نقولها، بانه احنا كنعتبروا ان هذه البلاد راه فيها مازال العقلاء على في مستويات متعدده ديال المسؤوليه. كيخصهم يفهموا بان هذا الشيء راه فيه ضرر بالنسبه للمستقبل ديال المغرب كيعيش تحديات، ماشي غير تحديات اقتصاديه ديال النمو وغيرها، ولا اجتماعيه ديال البطاله، بل كذلك التحديات السياسيه والاستراتيجيه. المغرب عنده اعداء اللي كيتربصوا به. المغرب خطا خطوات طويله ومهمه في مجال ديال المصالحه، وملي كنذكروا على المصالحه كنذكروا على هيئه الانصاف والمصالحه، على التوصيات ديالها ما بين الحوايج اللي صادق عليها جلاله الملك، ومن بين الحوايج اللي فيها ومركز عليها هي احترام القانون. الناس كتجاوز القانون، كدير ما بغات، كتعرف بان هذه البلاد هذه فيها السيبه. احنا غنوقفوا ضد السيبه كيف وقفوا الناس اللي بنوا هذه العماره هذه. انا حفيده الحاج علي المنوزي. اليوم كنجي، انا ساكنه في اوروبا، جيت هذه يومين على اساس انني نتواصل مع العائله، وجبت وليداتي باش يشوفوا البلاد، يشوفوا المغرب، يشوفوا التطور، يكون عندهم روابط مع الوطن الام. ولكن للاسف البارح جيت معهم باش يشوفوا لاخر مره، قلت لهم يمكن يكونوا هذه اخر مره باش غادي نطلعوا في هذا الدروج ونطلعوا للسطح ونشوفوا الدار اللي عشت فيها 20 سنه، الحومه اللي كبرت فيها والمدارس اللي قريت فيهم. كان انا مأثره بزاف بهذه الطريقه اللي خرجوا بها السكان، والمأساة اللي كيعانيوا منها الساكنه وحنايا. هذه العماره عماره ديال جدي، عماره ديال الذاكره بالنسبه ليا، من غير انها عماره ديال الطفوله ديالي، عماره ديال الذاكره. احنا كشعب مغربي احنا باغيين نطوروا، باغيين نديروا افتتاح العالم. كننظموا كأس العالم في 2030، باغيين نجيبوا العالم كامل يشوف المغرب، يشوف التطور اللي كاين في المغرب، ولكن للاسف ماشي بهذه الطريقه. المحج كاين تطور، دونك المحج الملكي على الراس والعين، سي ان بون بروجي، سي ليكستنسيون ديال الجامع الحسن الثاني لي بلان، وهذا على اساس انه يطوروا السيكتور. سي تري بيان، اون اي بور، ما احنا ماشي ضد، ولكن كنتمناو الامور تدوز قانونيه، وهذا الشيء عشوائي للاسف. ما كان ماشي هادشي اللي بغينا لبلادنا، ماشي هادشي اللي بغينا نوريو لولادنا. وحنا عندنا ذاكره اللي خصنا نحافظوا عليها، ذاكره الماضي، وحنا حاضر وباغيين نوصلوها للاجيال المقبله اللي هما اولادنا وولاد ولادنا.